بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. برزان بوكو بيرخصنا ويق لدرس رابردو، بس المبحث الأول الأسباب المعينة على التدبر، يعني المعينة على التدبر، أو لفظ بهردو الشيء ودخوين ديتو هردو الشيء وشي دروستا أجا أسباب المعينة بخوينه، يعني هو كارا دياركاني لسر تدبر. المعينة يعني هو كارا يارمتي دركان. إلى درس الرابردو لمطلبي يكن باس لأسباب معنوية كان ما كرت قلت من تعظيم كلام الله وحبه، دوميان الإخلاص، يميان الدعاء، سارميان قيام الليل. إنزل لمطلبي دوام الأسباب الحسية هو كارا برزستي كان. إنزل يكميان أمور دفرمي قبل القراءة، إلا فيش قراءة كسن الشتاء كدبي أوشتانا وكو أسبابي هكاري حسي دبي جبزيها مكين تاوكو تدبر كمان بوبي يكم يان دبي كاتي شي مناسب هرب جين كاتي شي جنزاو بو تدبر، دوم يان شويني شي جنزاو، سيم يان مقداري شي جنزاو، تن أندازة تن آيات شي جنزاو، سوارم يان دبي دراسة سيرة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بكين، بينزم يان تدرج بيتن، يعني بلبندي بيتن لمسألة تدبر. درسي عمره من دين سر ثانيا في أثناء القراءة الأسباب المعينة، أسباب المعينة كأثناء قراءة كان سنة برزان يعني كاتي خوينوي قرآن يكميان إثارة الأسئلة حول الآية. إثارة بمعناها جاندن ديتن زولاندن، يعني تسم بسيارك درباريم آياتات دبي لميش يخمان بروجينين بيها جينين بيجولينين تاوكو تدبر باشتر ببي. من أعظم وسائل التدبر لجورترين أمرازكاني ترامان أن يستثير القارئ الأسئلة حول ما يقرأ. دبي خوينار تم بسيارك سبارت بخوينا وكي بهجيني بتزولني لمشي، ويقف مع الآيات متسائلا لقى الآيات كان بوستيو بسيار بكا. لماذا قدمت هذه السورة على تلك؟ بو أم سورة لبيش أم سورة داندرا وهاتوا، ولماذا تميزت هذه السورة من تلك بافتتاحية ما؟ بو أم سورة زيوازا لم سورة دسبيكا كان بو زيوازا. ولماذا تكررت الآية بعينها في سورة ما أكثر من آية؟ بو لم سورة أم آية وكو خوي فبأي آلاء ربكما تكذبان، سيجزال السورة الرحمن بو سيجزال وكو خوي دبارك راوتوا. ولماذا عبر هنا بكذا؟ بو لربم تعبيرها توا، بينما عبر في موضع آخر بكذا. همان قصات يروق لشويني تر بتعبيري تر بأماجي تر باسكراوا. ويحاول إجابة أو بسياران لخود دكي إنزا حاول دي ولا مكان عن ذلك بنفسي بخود بدسي بني ولا مكان قبل أن يسأل كتب التفسيري بيش أو بسيار بكي لا كتبي لا برتوشي تفسير كان أو العلماء عنها بيش أو بسيار لزانيان بكي زانيان تفسير، فإن ذلك مما يثري ملكة التدبر. يثري يعني يغني أو هم دبيت الدولة من كردني توانايتي تدبري ترامان وينميها، يعني قشي بيدكاتن. بو إنسان دائما كقرآن دخويني بهر تلاوة نبي هر خويني شي هكذا نبيت النع بسيار بكا. أم سورة بو بما يتدستي بيكرديا أي بو سورة كيترو عن أبو أم سورة اللي رك بما آياتك كوتاي هاد تمشاتك يعني سورة دواي أو بآياتك كوتاي هات دبني مناسبيك هي كن زانك لنيوانيان هي أو جورة بسيارنا همو دبيته هو كاري أو كوا زياتر تدبر، يعني هو كاري تدبر لقرآن. وقديما قالوا لكونا واوتراوا العلم خزائن، زانزد خزينيا ومفاتيحه كليلكان أم خزينة جيشتن بو جوهرانتها السؤال بسيار كردن ضلن أما لقولي شين بيشوا من عليا رزاي خواي لبيتن. وأي علم أوسع سزانستيك هي فراوانتر وأغزر زياتر ببركتر
من القرآن الكريم لقرآن بيروس زابوي برزان لأثناء القرآن يكم شد به بسيار بروجينين وبو والله ما كانش بخومان بقرين دوميشان الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بنا قرتين بپروردگار لشيطاني رجم كراو وليس المراد بها هنا مجرد التلفظ بالتعوذ لأن بس نيتنا بري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو ما بس نيا بل استعاذة حقيقية بلكو بنا بردن بو پروردگار چي راستي. قال الإمام ابن القيم ده فرمي إن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله حتى يشغله عن المقصود بالقرآن. الشيطان يجلب يعني يصيح يعني حواردك بسرتسي بسر قارئكي بخيله بسواره ورجله بيادة يعني دائما دنجي سوارو بيادة چون دنجان ديتن او هموي بسر چه داديني بسر قارئ قرآن دينتن تاوكو مشغولي بكاتن لسه لمقصود القرآن كتدبرك وهو تدبره وتفهمه أو اجترامان تيجيشتن ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه أويك پروردگار ما بس تسيدويتنا القرآن فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن. دائما الشيطان حرصي هي زور هولي أو دداتن همو ما ديبونة خوي بكار دخاتن تاوك أن يحول بين قلبه ببيت پرديك دروسكا لنيوان ضلي وبين مقصود القرآن وما بس القرآن سيا يعني ناهلية ما بس القرآن كبقى بضلي فلا يكمل انتفاع القارئ بهم. هروها السودي قارئ السودي طاولي ورناقريتن بويدا فرمي فأمر عند الشروع يعني عند الابتداء فرماني بيكرا ولا كادي دس بيكرني قرآن كخواي قرد فرمي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بوي ليرش فرمان بروف كراوا بقاري قرآن كرا قرآن دخيني لسارتا أن يستعيذ بالله عز وجل منه فنا بقري بپروردگار لشيطاني رجم كراو. وقال ابن كثير رحمة الله لي بدا فرمي والمعنى في الاستعاذة ما ناتي الاستعاذة فنا بقرتن لخواي جورا عند ابتداء القرآن لسارتا القرآن خيندن تفرمي لي ألا يلبس على القارئ قراءته تاوكو لبو قارئ قراءته بو قارئ التباسي او نبي تكلاوي دروز نبي ويخلط عليه خلط يك ببيتن تكلاوي يقل سري دروز ببيتو يقل قليش تر تكلاو ببن ويمنعه قارئ ريل قارئ بقريتن من التدبر وتفكر بو اوي كواترامانو بيكرنويل بدس نهينتن ببيت الريقر. فهي الاستعاذة فناقرتن لخواي پروردگار تمهيد تفرمي تمهيدك بيشتشيكا للجو الذي يتلى فيه كتاب الله بو دروس كردني كشك كوان لو كشك ديويت سبكات قرآني تدا بخين توا وتطهير للقلب وتطهير له من الوسوسة ودبيتا باكرنوي ضلتي برزان لوسوسة وسوسة الشيطان واتجاهه بالمشاعر إلى الله خالصة بهمو هستا كانت أتورودة سبكيرو لخوابكي بدل صوزي بخالصا هستا كانت هرهموي لا يشغلها الشاغل هيت شاغلك هيت شتيك مشغولي بكاتن نبيتها هوكار أوش يشغلوها كضمير كلبو قراءة دقرته يعني أو قراءتي شتيك مشغولي نكاتن خريجي نكاتن من عالم الرجس لدنياي بي سي والشر خرابة الذي يمثله دنياي بي سي الشيطان شي تمثيلي دكاتن شي يونراتي دكا الشيطان شيطان رجم كراوا والسيم هوكار له كاران كدبل أثناء قراءة برزان همان بيتن القراءة الصحيحة المفسرة أو خوين والدروستيك والتفسير كراوا بابزان ما بس بيتيا كلما كانت القراءة الصحيحة هركاتك قراءة خوين ودروز بو مرتلة بشويتي دروستو لسرخو بتيجيشتن كرا مجودة بتجويدة حروف كان هموي ما في خوي دراية دفرمي كانت أقرب إلى التدبر أو نزيق ترى بو ترامان أو زور نزيق دبيتن. قال تعالى پروردگار السورة المزمل آتي تسارة دفرمي ورتل القرآن ترتيلا يعني قرآن لسرخو بخوينو بماناو تيجيشتن. أخرج مسلم عن حفصة رضي الله عنها إمام مسلم لصحكي خويدا لحفصة دايتي إيمان داران حديث يتي هنا كدفرمي قالت دايتي إيمان داران حفصة فرميتي
كان صلى الله عليه وسلم بيغمبري خوا يقرأ بالسورة، يعني عادتي وابك السورة يجي بخوين بها دفرمي أو سورة شون دخوين دوا حتى تكون أطول من أطول منها، يعني أو سورة كأو دي خوين دوا سورتك جماري آتكاني كرد بو برام أوان دا بالتدبر دي خوين دوا أوان دا بمعنى ولسر خوي وبتيجيشن دي خوين دوا ويلي ده أو سورة هندريج دبو لسورة الدريجة كان زياتر دبو زابوه إنسان سورة كان لجماري آتا كرتا كما تو كاتك تدبوري تدا زياتر دكي كأنما سورة يشي دريج دخوين دو توا بوه بيغمبري خوا قراءة كي أوهابو أوان دا تدبوري تدا ذكرت سورة كرتا كان كأنما سورة الدريجة كان لوان دريج تردبو لروي كاتا إنسا ووصفت أم سلمة دايتشي ما دار زي خوالي بي شون وصفي قراءة بيغمبري خواي كردا قراءته فقالت فرموتي كانت مفسرة حرفا حرفا، يعني بيد ببيد بو بوشي وازد يخوين دوا. وفي الرواية أنه كان يقطع قراءته آية آية بيغمبري خوالي الرواية كالي نقل كراوة كده فرمي آيات دخوين دوا آيات قرادة وستا آيات دوم بمشي وازا. وفي رواية ثالثة الروايات السيمة تفرمي أكثر تفسيرا يعني تي تقول دي جراوة ديش إيمان دارا سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءة كي خوي تبسران يقرأ تون بو باب زين سورة فاتحة بيغمبري خوات تون خلين ديتوا الحمد لله رب العالمين سيد كان رادا وستا داري ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف بمشي وازع آيات أوا قراءة صحيح مفسري كلا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نقل كراوة. وعن قتادة رحمه الله أنه قال قتادة كاليك قتابة كان ابن عباس رحمة إخواني اللي بدفرمين سئل أنس بسيار كلا أنس كوري مالك رضي إخواني اللي كيف كانت قراءة النبي قراءة بيغمبري خوا تسونبو صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدة تفرمي قراءة بيغمبري خوا مدبو مدسونة باب زاني بخوي تفسيري عبارة مدك ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم تري يمد بي يعني يقطع بي كبري بسم الله الرحمن الرحيم ويمد بالرحمن الرحيم مد تواوي دا يعني همو بيتا كان لروي تجويدا كيسا زانستي التجويد كزور جنجي بيدراوا بيوسا مسلمانانيش اواني كوا شارزانين هلودن خوان فير كان تجويدي تواو بيتا كان ما في هر بيتك وكو خوي بي بدريتين. وفي حديث حذيفة لحديث حذيفة تفرمي يقرأ مترسل يعني بهدوء لا يسرع بسر لسر خودي خندو بهادئي بنرمون يعني. فلم تكن عادة النبي صلى الله عليه وسلم الاستعجال في القراءة بيغمبري خوا قد خيرين دك القرآن ولم يثبت له أنه وروى ثابتنا وأنه صلى الله عليه وسلم ختم القرآن في ليلة قرآن ليكشوى ختم كربيت. فعن عائشة رضي الله عنها قالت لعائشة دايتشي إيمان دارن كفرموتين ولا أعلم نبي الله قراءة القرآن كله نمزاني وكبيغمبري خوا ولا أعلم نبي الله قرأ القرآن كله نمزاني وبيغمبري خواي قورا قرآن هرهم خويند بيتوا في ليلة ليكشوا ولا صلى ليلة إلى الصبح وأروها الشوي تشيح نكرد هرهم هرشون يشكا تاوكو بياني كواتا بيغمبري خوا تدبوري كردوا يعني أمان سمي أو النبوة ختم يقل شو بكري نخير ببيتسوانوا بسنتوانا وطاقتته نشاطته صالاتيته أو ندد ديار بكهروكو باز ما كرد بمشي وازا بخوينوا. وعن أبي جمرة قال أبي جمرة رضي خوالي اللي بيدا فرمي قلت لابن عباس بسام لابن عباس كرد كتابعية تفرمي قلت أي ابن عباس رضي الله عنهما رضي خوالي ابن عباس ولباوتشي بي إني سريع القراءة من قراءة خراءة إني أهذ القراءة يعني أسرع القراءة يعني قراءة مغزور خراءة لكاتي كقرآن دخين موا. فقال ابن عباس رضي خوالي بي فرمي تفرمي لي أن أقرأ سورة البقرة بقرتي تو أقل بس سورة بقرة بخوينوا فأرتلها لأن أقرأ سورة البقرة أمن أقل سورة بقرة بخوينوا فأرتلها بترتيل بخوينوا به واشي لسرخوي بتدبر تفهم أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله باشتري لو هم قرآن بخوينوا بلام تسون بخوينوا هذرمة يعني بسرعة بخيراي
جا بۆیە بەڕێزان ئەمە مطالب نین بە زۆری ختمی قورئان، مطالب نین بە زۆر خوێندنەوەی قورئان، بەڵکو ئێمە داوامان لێ کراوە تەدەبور بکەین، خوێندنەوەیەکی جوان لەسەر خۆ بە تەدەبور مەقسەدەکەی تێبگەین. باسمان کرد ئەمە تیلاوەکە مەبەست نییە بە تەنیا تێگەیشتن، چکە تێگەیشتن بەرهەمەکەی چ ڕوودەداتن؟ عمل پێکردنی. سوارەم هۆکاری کە لە کاتی ئەثنای قیرەئە دەبێ بیکەین بەڕێزان الجهر بالقراءة، يعني خوينا وكان بدنج بيتن. من عوامل تدبر كتاب الله تعالى الجهر بالقرآن الكريم. لا هوكاركاني تراماني كتابي خواي جورا أبيك وإنسان قرآن بدنج بخوينيتن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن بيغمبري خواك القرآن دخويندو بدنج دخويندو. وبين أن ذلك محمود حتى وكو بيغمبري خوا يعني باز كادري أو يعني باز بتساكا باز كراوا قريسان قرآن بدنج بخوينيتن يعني حمد كراوا. فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما إمام بخاري ومسلم وغيري أوانا فرمودين هنا وتولى شيء هنا وتنولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأبو هريرة زي خوالي بلا بيغمبري خوا جيلي وكفرموتي ما أذن الله لشيء ما أذن لنبيه حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. پروردگار جي لكز نقرتوا وكو أو جي لبيغمبري خوا قرتوا كقرآني بشيويتي حسن بشيويتي زواني خوينتوا يتغنى يعني بدنجي تغني بالقرآن يعني قرآن بدنجي خوش إنزا قرآنكش نقص سري به نخير ده فرمي يجهر به بجهر يعني بدنجك كوا بيش همو كز دبي خود جد بيتن إنزا أجر خلقكش جيان لي قرتي دنجك كدوابه كوا لقلوان بقول زي أمانيش جي بيستي بينزم هو كار له كاركاني كلا أثناء قراءة دبي هبيتن بو أوي كوا تدبر تدا أنزامي بدين برزان التغني بالقرآن وتحسينها يعني تغني ما بس بيجوراني يعني دنك خوشي شي قرآنه خوينا كان خوينيه شي زوان بيتن. بيغمبري خوا قال صلى الله عليه وسلم دفرمي ليس منا من لم يتغنى بالقرآن لإيماني أجا كسي قرآن بدنجي شي خوش نخوين توا. قال ابن كثير رحمة الله عليه بدفرمي المطلوب الشرع مطلوع شرعا إنما هو تحسين الصوت يعني تو دنجي خود خوش كيت الباعث على تدبر القرآن كبال نرى وهو تدبر القرآن بدز بينين وتفهمه تيجيشتنه والخشوع والخضوع والانقياد بريزان خشوع أو أعمال قلبية يعني تولنا وضلدع من الكذب خضوع من الكذب بلام بكردوا كانت لا شت والانقياد من الكذبون بلا فرمان كاني والطاعة جرالي جابويا همو كسيك خواهي قورا من دبهري بيداوا كوا دنجي باي هندي خوش بيتن بويا كاتك قراءة القرآن داكي حاولوا بدا بدنجي شي خوش بخوينيوا او كسانش كاو پروردگار و دنجي خوشي بيداون او نعمتي شي إلهية كخواهي قورا بواني داوا. ششم هو كار له كاراني كوا لأثناء قراءة بو تدبر دبي همامي برزان الاستماع للصوت جوي قرتن صوت الحسن دنجي شي خوش جيلي بقرين في قراءة القرآن كاتك قرآن دخوين لتوعا. فإن كان لا يحسن التغني بالقرآن كسيك بخوي دنجي خوش نبو نيتواني دنجي خوش بكا بو قرآن خويندن فليستمع لمن يحسنه فجيلو كسب قريك وبدنجي شي خوش قرآن دخويني فيبحث عن أفضل القراء صوتا بقري بدواي خوشترين دنج كقرآن دخوينه في تقديره وبرام للي أو كسيك خوت يعني من دنجي أو قارئ أم بيخوش ترواني كسيتر بيخوش نبي وليس تقدير غيره نقبت سيتنا خرشيتر تو سيت بيخوشا كاما دنجد لاي تو خوشا من جيله ودقرم نا تو كاما كاري غيري تر لسردل برو جيله بقرا. فالناس تختلف في انجباذها جبذ يعني راششان خلي جوازها عندك سيا بدنجي أم قارئ كاري غيرتر هي بويتر إلى الصوت الحسن بودنجي خوش فلينظر إلى الصوت الذي يحبه هو سيري أو دنقبك جيل لو دنقب بقريك خوي بي خوشا ويخشع معه بلام خشوع إلى قلبي بالكسي لقلبي. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى قراءة أبي موسى سيد كان بيغمبري خوا جيل صحابة قرتوا لو أنا أبو موسى يشعري فقال له بيفرموا لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة أتو أقر من بديد با كتدويني قراءة دخوين دو من جملة قرتبو دوين جملة قرتبوي
فقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. مزامير يعني بدن خوشي دقوتريتن ديار آل داود، يعني بو مشهور وموصوف بون بدن خوشي دفرمي، يعني بدن خوشي كيتو وكوان وابو. وهروها بيغمبري خوا نقلر لأبو موسى الأشعري جيل كسي تريش قرتيا لو أنا ابن مسعود، واستمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه وتأثر بها وبكى. كاريجري لسر بيغمبري خوا كردو بيغمبري خوا بهي قراءة كي جرياوة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعبد الله كري مسعود رضي خوا لي كذا فرمين قال لي النبي صلى الله عليه وسلم بيغمبري خوا بيوتم اقرأ علي القرآن، قرآن بو بخوينوا، قرآن لسر بخوينوا. فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قرآن لسرتو بخوينوا كتي قرآن لسرتو دا بزيوا أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم. قال بيغمبري خوا فرمي إني أحب أن أسمعه من غيري، من حزدكم جيم لغير خوبيت كقرآن دخوين دليتن. قال ابن بطال رحمه الله ضليه يحتمل أن يكون كي يتدبره ويفهمه، ما بستك أسمعه يعني تدبري تدازيات تربي تيجيشتني، وذلك أن المستمع أقوى دائما جيجرتن كاري جري زياتره كتولا كسك جيد قرتوها. سور زار هذا بيني لمجلسي يعني هذه مجالسي قرآن خويندن دانوشتين ما شاء الله كساني قرآن دخويني سيري دكيت يعني دنجي هندا خوشة سبحان الرازقة للجويتشي كبشداري لو مجلسات دروي كتينا جويتشي قرآني كشيتشي قرآني واگر قصيك بيدت باتها ناو قصة كأنما أتو وكوبرن لكاركتر كاني ناو تسكي روكا بشداري قصة كبشداري كأنما توجد بشداري تكردوها. حوتم هوكار بريزان كالأثناء قراءات دبي همان بيتن كدبيت لأسباب تدبرا مدارسة القرآن، يعني تسبكين يعني هول بدين القرآن مدارسة بكين مدارسة وني أخوين نوي نا تو لقال كسي تشتر أوش بوتو أو بيداغوتي مدارسة بس كمدارسة مفاعلة زماني عربي مشاركة لبدو كسب كارديتن، وهي مشاركة في التدبر القرآني بجداري كردنا لترامان القرآن يقوم بها أكثر من طرف زياتر لترفق لليانك بجداري ذكاتن كأن تكون بين الشيخ وتلاميذهم زاروا لنيوان ما مستوى كتابية كان أو الوالد مع أبنائه زاروا لنيوان باوكو من ضالكانتي أو المدرس مع طلابه زاروا هي لنيوان ما مستوى كتابية كان أو كتدريس عندكاتن أو غير ذلك من الصور الممكنة. يعني هر شوية لشوية كبكرة ذكرية الإنسان برجستي بكاتن، وهي المشار إليها بقولها أويك لا أما جابيك راوا لفر مدي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كده فرمي وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله هيز قلق كونابي توا لمالك كان خواه يتلون كتاب الله قرآن دخوين بلام ويتدارسونه بينهم مدارسة دكن يكبو أو تردخويني دواتر أو بو أو دخوينتن جيلك تردقرين أوش همو دبيته هوكاري أو كوا آرامي بسريان دا بزي دان بوشي ملائكتش دوريهم دا أو فرمودا كتنزار خندوت مانوا وپروردگارش لملأ للاي خوي دا باسي تو دكاتن أو كسيكا أمزورة كار دكاتن. ولنا في مدارسة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان شاهد على ذلك. بيزگلم فرمودش بريزان پیغمبري خوا ام زوره خوينوي ام مدارسه كردوا لقال چه لقال جبريل عليه السلام سكاتيق للشواني رمضان او بلغيه كبيغمبري خواج مدارسه كردوا يعني بو جبريل عليه السلام خوينتو بهمار جبريل بو خويندتو بو تفرمي وهو ما رواه ابن عباس كعبد الله يكري عباس دجرتوا قال فرميتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بيغمبري خوا لها مو كس بخشنده تربوا وكان أجود ما يكون في رمضان ولما جاء رمضان اجلها كزيادة بخشندة تربوا بلام لسكاتك حين يلقاه جبريل كاتك جبريل ده ملاقات يعني كاتك جبريل دديت وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان لها مو شوية بيغمبري خواي ديتيوا سيان ذكرت أو ديتنا بريزان فيدارسه بالقرآن مدارسة القرآن ذكرت يعني جبريل عليه السلام بو بيغمبري خوا أو يشبه مانشد بو جبريل عليه السلام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير إنزا بيجيشتني بيغمبر ما صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام تفرمي لها مو بخشن دتر لتسبوا بالخير لروي خير بابزان
أو التشبيه شي تدا دفرمي بخشندكي شون ولا روي خيرة دلي من الريح المرسلة. ريح المرسلة باجي ببركات أو باي كبركتي لقردا دفرمي بخشندي بيغمبري خوا لو ملاقاته ولو مدارسة لو بايك باش تيجي جيرة أنا منطقتي بكاملي لخوي دقريت وبركة دينتن دفرمي لوي خير زياد سرا زا سيدي كان بيغمبري خوا مدارسة كردو بريزان با مش هول بدين مدارسة مان هبيتن خاصة حفاظ القرآن ولواني تريج أواني كديانة تدبر كان بابو يكتر بخوين نوا. ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوها. أولي رأى لحتى كي بيغمبر إخوة باسي مزقود يكر في بيت من بيوت الله باش لغيري مزقود هيشويني ترهي بله دتوانيتو أو فضيلة بدز بيني تحصيل هذه الفضيلة. الاجتماع في مدرسة دتواني لقطاب خانة ورباط لش يعني كرباط يتعدى من النواة ونحوها نموني أوانا يصار يخراوة كان هان إستا شويني مدارس هان كتاب خانة كان من مراكز تحفيظ القرآن كلا من كاني لبركرني القرآن هان حموي أوانا دكريتن سون بيغمبر إخوان ليلة حسكي باسي مزقوتي كروات دكري أواناش لو شوينانا مدارسة بكري. أو الغرف الصوتية يعني هولي دنجيا كان على الانترنت دس الانترنت جاروها كوا دروس دكريتن. أو الهواتف الذكية التي تحقق هذه الغاية زاروها سازوركس هي موبايل بكارديني بو موبايل دخوين تو موبايل تنزيل دكاتن تو هاتر جيلي دقريتن سيرك أو مدارسة يعني إنسان دطاني أمر أو وسائلانش بكار بينتن وسودي شيلي بكاتن. هشتم هو كار له كاركن كلا أثناء قراءة برزان كدبته هو تدبر بدسيناني ترامان تدبر الإنصات عند استماع للقرآن بيدنقبون لكاتي جوي قرتن لقرآن خواي جورا لسوري أعراف دفرمي وإذا قرئ القرآن كاتي قرآن خندرا فاستمعوا له جوي لي بقرن وأنصتوا بيدنقبن لعلكم ترحمون تاوكو پروردگار رحمتان بيبكاتن. قال الطبري إمام طبري رحمة الله لي دفرمي أصغوا له سمعكم جويبو بقرن بوتي لتتفهموا آياته بو أوي لآياتكاني تيبقن وتعتبروا بمواعظه وهروها بندور بقرن لآموش قاري كاني وأنصتوا إليه بدنق بن بوي لتعقلوه وتدبروه بو أوي عقل جيري تنبوها بي وتراماني بوبكن ولا تلغوا فيه لغو تدامك قسما كان فلا تعقلوه أجر وابكن حيز عقلك حيز جيرية تدا أنزام نادرة أو كطبري رحمة الله بي لتفسير أم آياته بوده فرمي والاستماع أبلغ من السماع أما سماع من هي استماع من هي الاسماني عربي جوازة أجرتي أصلي فعلك يكشتا أصلك سماعية جي قرتنا بلام سماع جي قرتني شي ببيت تعمدا بلام استماع جي قرتني كبتعمد يعني تو جي خوي لك دادر جي براخة جي لي بقرا فهو سماع وانتباه استماع جي قرتنا وأقاليبونشا. والإنصات أدي إنصات سونا بريزان تفرمي يرجع مجموع معناه عند المفسرين هم معناه كان لا المفسرين أنسيها إلى أنه قطع موانع من كمال استماعي هم الريقر يكاني كواد دبيت الريقر بو تيجيشتني يعني جوي قرتني تاو أو ريقريانا همو لابا أو بيدا قلتني إنصات بو إنصات أو تو هم الريقر يكان ببتسراني تاو كمالي استماع بدس بيني. ولقد أثنى الله سبحانه على الجن عند استماعهم للقرآن پروردگار ستايشي جنكاني كردوا كاتك جيان لقرآن قرد وتأدبهم في مجلس الاستماع أو أدبي أو أكارو أخلاقي كبكاري يعني هنا لكاتي تسي لكاتي جوي قرتن خواهي قورا سوري الجن لآياتي يكودودا فرمي قل أوحي أي محمد بله إلي أنه استمع نفر من الجن وحين بولاكرا وكوا كومالك سنكسانك لجن استمع فقالوا لكاتي قرآن خوينا كوتيان إنا سمعنا قرآنا عجبا سيركا إما كجيان لقرآن كي قلت إن زوتيان إما جيمان لقرآن بو أو قرآن زور عجيبة زور صرصرمانة
لبرتسي يهدي إلى الرشد بو هموت ساكي قرنوني دكا بلان فآمنا به باور ما بهنا ولن نشرك بربنا أحدا والشرك يتحاولش بو پروردگار انزام ناده سير كاستماع جانقرد انزا استعيش قرآن يانكرد قلت قرآن عجيبة انزا مدح قرآن يانكرد مقصد القرآن سيا يهدي إلى الرشد وكاريگريش لسر يانكرد باور يان بهنا وشركي شركة بو پروردگار انزام ناده وعلى على سورة أحقاف دفرمين وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن كاتك كومالك يعني سن نفرق لجن من بولايتو أي محمد نارد يستمعون القرآن جان القرآن دقرد فلما حضروه كاتك لمجلسك آمدبون قالوا أنصتوا بيكتريان ود بيدنقبن فلما قضي باشا قراءة كتابو ولوا إلى قومهم قرانوا لا يقلكانيان بلام قرانويتي دز بطالين نا منذرين بون با اگادار كروا بون بما مستای قومك خوان فقد استمعوا صامتين منتبهين جانقرد بيدنجي باگادار بون حتى النهاية تاوكو كوتاي فلما انتهت التلاوة كاتي خوين وكتابو لم يلبثوا أن سارعوا إلى قومهم نما نوا تاوكو بخيراي جيشنا لاي قلكانيان وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم منه نفسكانيان وهستكانيان سيلق الخوي برد بريزان ما لا تطيق السكوت عنه شتيش لقى الخوي برد ندك رابي دنگ من لسري أو التلكؤ في إبلاغه يعني تقصير كردن لا جاندني والإنذار به كواتا إيماي مسلمان همو كاسيك أو قرآنك جيمان لدبي إيويني لي بيدنگ بين إيوين نية كوان نيجينين نخير ببيت سوانوا أو الجنوان كردوا بني آدم دبي إما بعمان شد مكلفين هول بدين قرآنك كاري قريبا تبقاو وخرتشيش تدا أقدار بكينوا قال الآجوري كصالي سياسة الشيز وفاتي كل ورحمة خواه ليبي تفرميه وقد أخبرنا الله عن الجن پروردگار حوالي جني بإمدا بلام تشون وصفي كردن في حسن استماعهم لجواني جيراغرتين يعني للقرآن بالقرآن واستجابتهم لما ندبهم إليه وهروها ولام دانوان بأويك بوان هاتبو بوان داندرابو ثم رجعوا إلى قومهم باشان قرانوا بولاي قلكان فوعظوهم وعظي أمشقاري قومك إخوان كتبتسي بما سمعوا من القرآن بويك القرآن جان لبو بأحسن ما يكون من الموعظة بباشترين لو أمشقاري كوا أمشقاريان كرا بويا ولقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم بيغنبري خوا واي حزلي بوا واي خوش بسوا أن يستمع القرآن من غيره كجي القرآن بقري لغير خوي فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال فإني أحب أن أسمعه من غيره أو حد سمع تازه خوين دو بريزان بيغمبر خوا دعوي لعبد الله بن مسعود كرد كقرآن بسر داب خوينيتن بو ديار إنسان كجيل كسيك تكتر زياتر تدبوري بسر دبيتن بو يا عبد الله بن مسعود لرب باس أو فرموده بو دوباره كراوا لوي باسي أو نخكرا تسيبو خوين دوا لرب باس أو دكا سآياتك سورة تجيبو بيغمبر خوا خوين ديتوا تفرمي عبد الله بن مسعود فقرأت عليه لسر بيغمبر خوا خوين موا سورة النساء سورة النساء مخندو حتى بلغت تاكو جيشنا وآياتي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أي محمد بحالي تتون به جئنا من كل أمة حالي أو كسانش همو تون به كالهر أمتك شهيد ينبودينين دعوان لذلك يعني روجي قيامت پروردگار پیغمبران رادقري هر هموان ورن بخوش ئاگادارە ورن ئێوە تەبلیغی قەومی خۆتان کرد ئەو بۆ نەهێشتنی حوجەیە گەنا پەروەردگار دەزانی پێغەمبەران هەر هەمیان تەبلیغی حوجەی خۆیان کردووە بەڵام بۆ ئەوەی کەس حوجەی نەمێنێ بۆ ئەوەی کەسانێک کە دەڵێن ئێمە جێمان لە هیچ نەبوو هیچ کەسێک ئاگاداری نەکردنەوە ئەو قسە و قسەلوەکە نەهێلیتن بۆ هەر قەومێک دەفەرمێ بشهید شهیدیان بۆ دەینی بەڵام دەفەرمێ وەجئنا بکە ئەی محەممەد تۆ دەینین على هؤلاء لەسەر هەمووان دەبیتە شەهید پیغمبری خوی امتکی دبین الشاهد بو همو پیغمبران اینجا قال پیغمبری خواه فرمی امسک بیدنگ با بس
فإذا عيناه تذرفان تفرمي بينيم لتساوي بيغمبري خوا فرمي سجدها تخوارا فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بيغمبر زور كاري قربو بم آتا وما يكون عليه الحال يوم القيامة من هول المطلع وشدة الأمر أو حاليك رجي قامت بسر بيغمبران دهاتوا بسر قلقان دهاتوا كوا سن كاري قريها وبسر رجي ناخوشا هول المطلع يعني تسبيتشي أو ناخوشيانا شدي أو فرمانانا إذ يؤتى بالأنبياء شهيدا على أممهم بيغمبران دبنا الشهيد لسر قلقانيا ويؤتى به بيغمبري خواج دهندري يوم القيامة شهيدا عليهم دبيت الشهيد جميعا لسر هرهميان إنزا ولقد تأثر بعض الصحابة عند سماعهم للقرآن فأسلموا عندك صحابي بريز هو كاري باورهنانيان بس جيقرتن بلا قرآن لو أنا بريزان باجي لو بقرين فعن محمد بن جبير بن المطعم لمحمد كري جبير كري مطعم عن أبيه كلا جبير كري مطعم دجرتها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور جملة بيغمبري خوابو لنويجي مغرب سورة الطور دخندها فلما بلغ هذه الآية كانت جيش لهم آياتها أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون آية أوانا دروز بونا لهيت شتك يان خوان دروز كردوا أم خلقوا السماوات والأرض يان أوانا أسمان كان يان دروز كردوا زويان دروز كردوا بل لا يقينون بو يقين يان أوانا بو جبير كوري مطعم دفرمي كاد قلبي أن يطير خريق الظلم بفريتن خطابي دي باسي كاد القلب أن يطير تون باس كرديا كلا يكلا وكسانك شرحي صحيح بخاري كردوا أبو سليمان الخطابي دفرمي كأن انزعج عند سماع هذه الآية يعني توشي قلق يقبوا لكاتي جيلو آيات بوا أو صحابة برزاء لفهمه معناه يعني كمان كان تيجيش بتسي تدايا ومعرفة بما تضمنته سرنا القرآن باسكراوا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون خوان دروس كرديان دروس بونا ببهيس خالقك يان آسمان وزبيان دروس كردوا تعرف فهم الحجة بلغا كان تيجيشوا فاستدركها بلطيف طبعه وري قرتوا بطبع سرشتي خوي إنزا لا كتاي روايتك لرباس نكرا ولا كتابك بلام كلوي آماج بدأ فرمي وما للإسلام بسببها بوي أم دعاته بس جوي لم دعاته كلا سورة توري كرديا كاريجري لسر كردوا مسلمان ببيتن سير كان بريزان كاريجري جيلي قرتن استأما باسي جيلي قرتن القرآن دكين بوي دبي مدارسة جيلي تربقرين ولقد صنف ابن القيم الناس ابن القيم خلشي ريزبندي كردوا كريتي بسن تصنيفك سن صنفك عند سماع القرآن كاتك جيل القرآن دكين إلى 3 أنواع كريتي بسيت زور فقال فرموتي رجل قلبه ميت خو أبمان باريزي بياوي كضلكي مردوة فذلك الذي لا قلب له أو هردلينيا فهذا ليست الآية ذكرى في حقه أو آية بوي نابتة بالخروة الثاني الدوام يعني بريزان لو خلقانيك جيل القرآن دقن بابزان تيا تفهمي قلب دوام يعني رجل له قلب حي كاسيك الضلكي زندوة مستعدة تيبي جيلي بقري لكنه غير مستمع بلام جينا قريتن ضلكي آماده بلام جينا قري للآيات المتلوة وآياتان كده خوين دلينوا التي يخبر بها الله أو كخواي جورا بخبر يعني يخبر بها الله كخواي جورا هي ناوية عن الآيات المشهود أو كبتساوي خوما دبين برزان آيات مقروء قرآن آيات مشهود ده صلاة إخوة لأسمان زوي سيايا كان وفي أنفسكم أفلا تبصرون لا درس كدني خومان بوي أو كسد لكي زندوة وآماده بلام جينا قريتن بو أواتانا لبس جينا قري برزان إما لعدم ورودها أو آيات حجاني وارد نابي بو أو ناقب أو ليوصولها إليه يام بيدقاه برام وقلبه مشغول عنها بغيرها ضلي بشتر مشغولة سر قالت فلا كواتف فهو غائب القلب ليس حاضرا أو لوي نية حاضر نية مادة نية ضلكي غائبة
فهذا أيضا لا تحصل له ذكرى مع استعداده ووجود قلبه. أو أجرس ضليشي هيا أجرسي أمادشا بلام أو ذكرى بو أو برجست نابي بردست نابتن. سيم كز لو كسانيك ابن قيم تصنيفي كردون رجل حي القلب مستعد، كسك ضلي زندو أماديا تليت عليه الآيات كاتك آيات كان بوتا خوين دريتها فأصغى بسمعه جيب رادخا وألقى جيب بيدقري وألقى السمع جيب رادخا وأحضر قلبه ضلي خوشي بو آماد دكا ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه. خوي سرقال ناكاتن بغير تيجيشتن لم قرآنا إن زاد فرمي فهو شاهد القلب أو ضل آمادية أو ضلي آمادية ملقي السمع آمادية بوك جيب قريتن. فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات أو قسمه كودتواني السود الآيات كان بكري أو ده هرد زور آيات متلو أو كلا قرآن دخون دريتو والمشهود أو كلا تساوي خومان دبينين خواهي جورا إن شاء الله هرها مومان بكا للصنفي سيم للصنفي يكم الدوما نبين. إن ستفرمي فالأول الصنفي يكم بمنزلة الأعمى دلي وكوا كوريا الذي لا يبصر نابيني، والثاني بمنزلة البصير دوميان دبيني الطامح بلام طمحه دائما حزي الاشتاع ببصره إلى غير جهة المنظور إليه أو شويني كدبا سير بكا سيري وناكا سيري شويني تردكا تفرمي فكلاهما لا يراه أو هردو واكا وكوربن ساويا النبي. والثالث سيميان بمنزلة البصير أو كسي كواب بينرد بيني الذي قد حدق إلى جهة المنظور أو شويني كشايستي يعني أوي ببيني تساوي تدبري وأتبعه ببصره بتساوي بدواي دروا وقابله مع توسط من البعد والقرب ومقابلة دكا واي خوي آماده دكا واي نزيك دكاتن بيشوازي لي دكا وكناونديك هم لدور هم لنزيكي درمي فهو الذي يراه أو كسيه كوا ديبينيتن كواتا أو تصنيفاني استعباس ماكل بريزان هوردين أو إيسيم بين دلا كمان زندوبه دلا كمان آماده به ودلا كان من جيلي بقريتن تا جيلي نقرين إنزا شوي قلتنا كمان وابتن كوا جيبو راب خينو دليش من لوي حضوري هبتن سودي لي بكين برزان أو أسبابان أبو كوا باس ما كرد بإذن خواهي قولنا نمانتاني همو هو كاركاني كلا أثناء قراءة باز بكين أمرو إن شاء الله لهشتميان كوتاي بدين بإذن خواهي قولنا لدرسي داها تو دسينا سرنويم هو كار له كاراني كوا دبيته هو تدبر لأثناء قراءة دا دبي همان بيتين. وصلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.